السلام عليكم ورحمة الله متابعين يا حلوين. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة خفيفة قوي، كيكاية بالفانيليا. انا ما عنديش كاكاو فهعملها بالفانيليا. معايا كوبايتين ونص دقيق، عليهم ذرة ملح، معايا كوباية لبن، معايا نص كوباية سمنة وهحط ربع كوباية زيت عليها، وتلات بيضات، ومعايا السكر ده هناخد منه كوباية ونص، وفانيليا وايه، لا دي فانيليا وفانيليا. هجيب بقى بيكنج باودر، هجيب بقى دلوقتي اجيب كيك شيف او بيكنج باودر لو عندك. يلا بينا نحط سوري هنحط كل مقاديرنا ايه السايله في الخلاط. خليكم معايا. اضطريت اعمل بقى ايه ومضرب البيت وخلصت الخط بتاعي بقى في ايه في الحوض. بس خليكم معايا كده. خلصنا الكيكه. بصوا قوامها ده اللي احنا عايزينه، ولا تخينه ولا رفيعه. والصينيه مبدراها بدقيق وسمنه. يلا بينا هنضيف بقى الخليط بتاعنا. بصوا الجمال، هو ده اللي انا عايزاه، ده المطلوب. كيكة الفانيليا كما يجب ان يكون. بصوا بغض النظر ان الخلاط وقع في الايه في الحوض، بس عملنا بمضرب البيت. خليكم معايا. ناخد بقى الصينيه كده او بخلي السنان نطلع الهواء، ونكون مسخنين الفرن بتاعنا قبل ما نعمل الكيكه. يدخل بقى الفرن الكيكه لمده 30 دقيقه ونختبرها ونشوف معانا. يلا بينا. وادي الكيكه بتاعتنا طلعت من الفرن، خدت 40 دقيقه بالظبط. انا قلت لكم مقاديرها: كوبايتين ونص دقيق، كوبايه ونص سكر، كوبايه لبن، 3/4 زيت على سمنه، يعني نص سمنه ونص زيت، وواحد كيك شيك، وفانيليا، ونسيت اقول لكم طبعا معلقه ايه الخل، وكوبايه ونص سكر. بنحط المواد السائله في الخلاط، بعد كده بنحطها ايه في البوله على ايه المواد الجافه، ونبدر الصينيه سخنه. نبدر الصينيه ايه بدقيق والسمنه. يلا بينا احطها في طبق، وحطيتها في طبق زي ما انتوا شايفين. بصوا ارتفاعها، بصوا. طبعا هي لسه سخنه، بس انا هقطع لكم حته مع انها ايه لسه. لسه سخنه مولعه. بصوا الجمال. ان شاء الله هتجربوها. بصوا بصوا امثالكم. بصوا مسامها ضيقه ازاي وعاليه. كيكه فانيليا بسيطه وخفيفه، بس عشان هي لسه سخنه وقطعتها لكم. يا ريت تجربوا الوصفه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك واشتراك، وكفايه عليا ايه انكم متابعيني. سلام عليكم.